دائما موقع حفير بريس هنا بدوار تيزي. معنا الحاج عبد الله اللي تكلف بتعبيد هذا الطريق الثانويه اللي تجه نحو دوار تيزي ثم واد بوعماله. ياك السي عبد الله؟ جحجوح. السي عبد الله، شفنا الخدمه ديالكم الحمد لله، كملتوها على مدار 4 ايام. نقيتو صوبتو الطريق، تبان الحمد لله عطات الصوره ديالها عريضه مزيانه. ولكن لاحظنا ان هنا وقفتوا الاشغال. السي عبد الله، ديال شي المشكله عندكم هنايا؟ هنايا وقفنا الاشغال لحقاش مشكل، ماشي مشكل بسيط، ماشي كاين. وعليكم السلام. كاين الناس هنا راح نستناو الموافقه ديالهم باش يعطيوها لنا باش نخدموا، لخاطر كاين فيهم اللي راه غايب. يعني غايب، كاين اللي غايب ما عندوش عاد الخبر ولا ما جاش باش يقول لك. كاين فيها الورط وداك الشيء، خصهم يجتمعوا هذاك الشيء باش يتفقوا على الهضره وحده باش يعطيو لنا الموافقه ديالهم، وان شاء الله بحول الله غادي يعطيوها لنا. لحقاش الناس فاهمه وقاريه وهذاك الشيء، وحتى هما للصالح ديالهم، ونظن 99.99 غادي يقولوا لنا خدموا ان شاء الله بحول الله باش نزيدوا معها نطلعوها حتى لدوار تيزي الفوق باش زوج سيارات الوقت اللي تلاقاو ويكون عاود الناس اللي على البسكليتات وعلى داك الشيء يفوتوا، ما يكون لا خطر ولا حتى شي حاجه. ويمكن السي عبد الله مستقبلا، السي عبد الله مستقبلا حتى بالنسبه للاطفال الصغار، يعني راه كاين الاطفال المتمدرسين هنا اللي كيمشيو للمدارس. يعني مستقبلا حتى لا طلبوا حافله ديال نقل الاطفال اللي كت اليوم راه في برنامج ديال التطوير ديال هذا العالم القروي والقضاء على الهدر المدرسي. فلا كانت الطريق مصاوبه يقدوا حتى الجماعه تخلق لكم واحد الحافله للاطفال الصغار، يعني عندها من الدوز. يعني هذا العمل ديالكم عنده فائده مستقبلا، مع حتى الاطفال الصغار ان شاء الله. سي عبد الله، زيد ورينا شنو المشكله. هذوك هنا كنلاحظوا ان الطريق ما حدها حنا نوصلوا هنا وهي تزيد صغار. علاش؟ تشوف هذا الشيء كبر وبقى يخرج للطريق وعمومنا بكري الوالد وخوته كانوا يخدموا هذاك الشيء، والوقت اللي هما مشاو وحنا عارف، كان اللي مشى للخارج، كان اللي مشى يخدم هنا، واخا هنا في الداخليه في الناظور وهذاك الشيء ما عندهمش الوقت. داك الشيء اللي نطلبوا الناس يقولوا لنا ويعطيو لنا. وعاود كاين نولي المرشحين ديالنا باللي ترشحوا الوقت اللي يبغي في وقت الانتخابات وهذاك الشيء تجبروا النهار يجي عندك، الليل يجي عندك، ولي كورتي ديالو يجيو عندك، ودايرين السيارات في نهار الانتخابات باش يجيبوا. بصح الوقت اللي يديها ما تشوفوش. حنايا تيزي جحجوح تيزي هنايا سامحين فينا، ما نشوفوهمش. من سيا هذه المنطقه ومن سيا ما نشوفوهمش، ما شايفينهم. لا خاصنا ما يجيو يعاونونا، ولا طريق يجيو يعاونونا كما دروك. لو كان شي واحد بيهم جا قال لك اودي انا ما ماشي على فلوسي. يعني السي عبد الله اسمح لي قاطعتك، يعني هذه تقريبا 5 ايام ولا 6 ايام انتم كتخدموا. نعم. ما اتصل بك حتى الجماعه ولا ديال ما جاوش عندكم هنا يشوفوا العمل ديالكم؟ ما جا حتى شي واحد؟ حتى شي واحد ما جا. واللي قال لك شي حاجه، شي واحد جا يجي عندي يقول لك. ما رانيش بوحدي، كنا نجيو هنا واحد 10 15. الحمد لله كاين الناس بزاف اللي كانوا يجيو، وبلا اللي يتصلوا بالهاتف يعيطوا لي ويشكروا، وبلا المهم ما شتنا حتى شي واحد جا وقال لك اودي الله يعاون وغادي ندير. ودروك نطلب منهم واخا ما جاوش، واخا كذا نطلب منهم يديروا لنا تفله، يزيدوا. هذه المطالب ديالكم السي عبد الله؟ نعم. يعني الجماعه خصها دير تفنه لهذه المنطقه هذه، دير تفنه بالله، خرج القدرون هذاك الشيء. خاطر حنا الطريق ديالنا هذه هي الوحيده اللي ما عمرو خدموها. باللي زدت انا وانا عاقل مخدومه، ما عمرو كاع داروا لهم تفنه وكاع خدموا لهم القدرون. ها هو اغبال هنايا، اغبال خدموه، داروا له القدر 1 2 متر ولا 3 متر، ما كانوش خدموه. وحنايا هذه الاولى، الطريق الاولى ما عمرها مسكينه تخدمت. نتمناو ان شاء الله السي عبد الله ما عمرها تخدمت، لحقاش ما عندناش جمعيه.
اللي مكلفه بهذا الشيء. المرشح ديالنا يجبد ديال النواحي اللي ديالو هاك وهاك. الشيخ ديالنا داينو داك الشيء اللي احنا منسيين، خصهم دروك نطلب منهم ونطلب سعاده العامل يتدخل في هذا الشيء، في اقرب وقت قبل ما نولي للخارج. الله يرحم الوالدين ديالهم، يصيفطوا لنا توفنا، يديروها التوفنا للناس. كاين العجاج، كاين داك الشيء. واللي ما قدرش يخدم، نعاود نقولها، انا قلتها واللي ما قدرش يخدم يمد الاستقاله ديالو كما قال صاحب الجلاله. يمد الاستقاله ديالو ويخرج، يخلي الناس الصغار اللي باغيين يخدموا وقادرين على الشغل ديالهم وقادرين على العمل ديالهم. هذه نقولها ونزيد نقولها، اللي ما قدرش يخدم يخرج يخلي الناس اللي قادره بالشغل ديالها وقادره يخدموا. واخا السي عبد الله نشكروك، الرساله راها واضحه، المسؤولين راهم ان شاء الله يطلعوا على هذا الفيديو، غادي يعرفوا الحقيقه ديال هذا الدوار المنسي اللي التابع لجماعه اغبال اللي هو تيزي. فالحاج عبد الله يوجه نداء ديالو للعامل الاقليم وجميع المسؤولين باش الالتفاته شويه لهذا العالم القروي اللي محتاج الرعايه ديال السلطه والمنتخبين. السي عبد الله، اخر كلمه في حق الموقع ديال احفير بريس.